المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحبكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إريتريا توضح تجربتها في التشجير ومكافحة التصحر. مساعدة أسر الشهداء في جلوج. إريتريا تخسر من ناميبيا في تصفيات كأس العالم 2022. معطل 14 على الأقل في وسط مالي بعد انفجار لغم أرضي في حافلة. فرنسا تقترح خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران. بوتين يستعبر رئيس الوزراء الهندي لمناقشة مسائل اقتصادية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أوضحت إريتريا في مؤتمر نيودلهي الأممي 14 لمكافحة التصحر تجربتها في حملة التشجير وإدخال المواقد قليلة استهلاك الحطب. وقدم الوفد الإريتري برئاسة المدير العام لقسم التنوع الزراعي في وزارة الزراعة السيد حوري أسقدوم وسفير إريتريا في الهند السيد آلم تسحية توضيحا مصحوبا بالملصقات واللوحات بشأن الوسائل التي تتبعها إريتريا في الحملة الخضراء لإعادة الغطاء النباتي إلى وضعه الطبيعي. وأوضح السيد حوري أسقدوم تجربة إريتريا لحماية وإدارة الموارد الطبيعية وإدخال مواقد الحنت قليل استهلاك الطاقة. وكذلك الفنان حبتي ولد مسكنا عن الدور الفن في التشجير وإدارة الموارد الطبيعية. وأعرب المشاركون من مختلف الدول والمنظمات الدولية عن تقديرهم وإعجابهم بتجربة إريتريا وأسلوب التقديم، موضحين بأن اللوحات الفنية تخلق دافعا لإتمام المجتمع الدولي لحماية الغابات. وأشار سفير إريتريا في الهند السيد آلم تسحية إلى أهمية تبادل تجارب الدول لمكافحة التصحر، مؤكدا بأن التصحر تحدي مشترك ويكافح بالجهد والتعاون المشترك. ويستمر مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمكافحة التصحر المنعقد من 2 سبتمبر في نيودلهي الهندية بمشاركة حوالي 6000 شخص من 190 دولة، يستمر حتى 13 سبتمبر الجاري. أعلن سكان الضواحي قرقاف وتبلدية وأم حجر بمدينة قلوج على تعزيز مساعدتهم لأسر الشهداء. جاء ذلك في الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتخصيص مساحة 30 هكتار في ضاحية تبلدية و50 هكتار في قرقاف وحراثتها جماعيا وتوزيع إنتاجها لأسر الشهداء. وأوضح رئيس لجنة مساعدة أسر الشهداء في ضاحية تبلدية السيد نقاسي منقستآب ومدير ضاحية قرقف السيد إبراهيم عمر أن مساعدة أسر الشهداء ليست مهمة الحكومة وحدها، مؤكدين مواصلة الدعم الشعبي بما يؤدي لحل دائم. وناديا لحزو الضواحي الأخرى مبادرة الضواحي تبلدية وقرقف وأم حجر، مشيرين إلى وجود برنامج التأهيل يؤدي إلى تغيير جذري في الحياة المعيشية لأسر الشهداء. نظم مركز الكفاءة المؤسسية بإنبات كلا دورة تأهيلية لقادة مراكز الشرطة في الفترة من 22 وحتى 31 من أغسطس. وأوضح منسق البرنامج السيد يوناس جبرهيوت في ختام الدورة التأهيلية أن التأهيل تضمن الإدارة والقيادة وتطوير ثقافة العمل الجماعي والعمل المؤسسي وتشجيع العمل الخلاق. من جانبه أوضح مدير مركز الكفاءة المؤسسية الإريترية الدكتور أبي الحبت مريم أن التأهيل ارتكز على تجربة المشاركين لتحقيق الكفاءة المؤسساتية، ويتحقق ذلك بتطبيق الدراسة المقدمة في العمل. وأوصى قائد شرطة إريتريا العقيد محاريس أجاي تدعيم التجربة بالتأهيل المقدم لتوجيه العمل بكفاءة ونقل المعرفة المكتسبة إلى زملائهم، شاكرا مركز الكفاءة المؤسسية الإريترية. وأشارت ممثلة المشاركين في الدورة التأهيلية أن الدراسة كانت إشرافية وستساعدهم في العمل. وتلقى المتدربون الشهادات من يد قائد الشرطة العقيد محاريس أجاي ومدير مركز إريتريا للكفاءة المؤسسية الدكتور أبي الحبت مريم ومدير مديرية قنداع السيد عمر الحاج يحيى. بحث سكان مديرية عدو خالة في 2 سبتمبر الجاري برامج التنمية الجارية في مديريتهم ودورهم لفعالية التنفيذ.
وأوضح مدير المديرية السيد عندمس قال دحنون في اللقاءات التي جرت مع سكان ضواحي فقيا شقمتي وعدي مخدة وعدي شريتاي وعدي ناهيوغ متابعة الزراعة من التمهيد والحراثة وحتى الحصاد عامل أساسي لمحصول وفير، داعيا المزارعين للعمل الدؤوب حتى جمع المحصول الزراعي. وأشار إلى العمل الجار بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من اقتلاع الأشجار المقلق، داعيا المواطنين لحراسة محيطهم وضمان استمرارية عمل مؤسسات الخدمات الاجتماعية والمشاركة في التعليم. وطالب الاجتماع اتخاذ إجراءات تصحيحية ضد الأشخاص الذين شيدوا المباني خارج إطار القانون، والعمل الجاد لمكافحة الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان والاهتمام بمصاعب المواصلات. خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم من ناميبيا بهدف لهدفين في مباراة الذهاب التي جرت بعد ظهر اليوم في استاد أسمرة ضمن تصفيات كأس العالم 2022. وفاز المنتخب الناميبي بإحرازه مسبقا هدفين قبل أن يحرز منتخبنا الوطني بعد ذلك هدفا وحيدا في المباراة التي كانت متكافئة. هذا وقد نقلت المباراة مباشرة بالفضائية الإرتدية. وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 10 من سبتمبر في مدينة وندهوك الناميبية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإرترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. قال وزير الأمن في مالي أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 24 آخرون عندما انفجر لغم أرضي في حافلة في منطقة مومبت بوسط البلاد حيث تقع أعمال عنف. وانفجر اللغم في الحافلة بينما كانت تقل 60 راكبا في منطقة تقوم ميليشيات عرقية فيها بقتل مدنيين من جماعات منافسة وينشط مشددون إسلاميون. وقال سالف تراوري وزير الأمن أن حصيلة الهجوم أسفرت عن 14 قتيلا و24 مصابا، ولم يدل بتصريحات أخرى عن الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه. وصارت المنطقة الحدودية النائية حيث تلتقي حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر ملاذا للمتشددين الذين ينشطون من وقت لآخر هجمات على قوات الأمم المتحدة وقوات مالي والقوات الدولية. قالت مصادر غربية وإيرانية إن فرنسا تقترح تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في العام 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن المحادثات بشأن الترتيب ائتماني بضمان إيرادات نفط إيران مستمرة، لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية. ويسعى القادة الأوروبيون حثيثا لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي. وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها بقوة هذا العام. وردت إيران بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق، وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة. من جهتها قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن مسؤولا إيرانيا كبيرا أكد أن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى 4 شهور، وذلك وفق ما جاء في مسودة خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق. وفي سياق متصل فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز معهد بحشيش إيرانيين قائلة إنها تستخدم لتطوير برنامج طهران للصواريخ البالستية.
يستعمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفستوك في أقصى الشرق الروسي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإجراء مباحثات تتعلق بتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين من أجل تحفيز الاستثمارات بينهما. وسيتشكل اللقاء على هامش المنتدى الاقتصادي للشرق الذي تنظمه روسيا لمحاولة تطوير منطقة شرقها الأقصى الواسعة فرصة للكرملين يؤكد أن هنالك شركاء تجاريين آخرين بينما زالت العلاقات مع موسكو والدول الغربية في أدنى مستوياتها. وقال مستشار في الكرملين إن زيادة الاستثمارات المتبادلة والتعاون في مجال الطاقة يتصدران برنامج أعمال اللقاء. ولم تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 11 مليار دولار في 2018. والهند التي تعتبر من أكبر الدول التي تشتري أسلحة في العالم شريك أساسي لروسيا التي يسعى قطاع صناعاتها الدفاعية إلى الاحتفاظ بمكانته في المرتبة الثانية للبائعين في العالم على الرغم من العقوبات المفروضة منذ الأزمة الأوكرانية في 2014. جهاز بحجم بطاقة ائتمان ونفس سمكها تقريبا لكنه قد ينقذ حياتك إذا حوصرت تحت الأنقاض بعد زلزال. ابتكر 3 طلاب جامعيين اندونيسيين الجهاز الذي يستخدم إشارات عالية التردد للمساعدة في تحديد مكان الضحايا بعد وقوع كارثة طبيعية. وتصدر الأداة التي أطلق عليها اسم ديبوتيروبونوز إشارة عبارة عن نبضات صوتية يمكنها رصد تحركات بخفة تردد الأنفاس من على بعد يصل إلى 10 كيلومترات. وقال الطلاب إن بالإمكان توصيل متلقي الإشارة بهاتف ذكي أو كمبيوتر محمول ويعمل بواسطة تطبيق متاح على نظامي أبل وأندرويد. وحصل الطلاب الثلاثة وهم من جامعة براويغابا على براءة اختراع للنموذج الأولى الذي تبلغ تكلفة صناعته $7، لكنهم قالوا إنهم يريدون صنع الجهاز على الوجه الأمثل قبل التفكير في طرحه للبيع. وتتعرض إندونيسيا كثيرا لزلازل تكون أحيانا قوية بما يكفي لإسقاط المباني بسبب وقوعها على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.